تخيل هاد المجموعات كاملين ساكنين في عمارة رقمية في كازابلانكا عام 2026 وكل واحد وعقليته في ديك العمارة. واحد، مجموعة N، الناس دراوش. هادو هما السكان ديال السفلي، ناس قنوعين كيعرفوا غير صفار واحد جوج، ما عندهمش مع الكريدي وما كيعرفوش شنو هي الخسارة. الصباح كيخرجوا يحسبوا البيض والنعناع وكيرجعوا. إلا سولتيهم شحال عندك ديال الفلوس كيقول لك عندي 10 دراهم ولا ما عندي والو، صفر. مستحيل يقول لك ساليني. جوج، مجموعة زد، صحاب الكريدي. هادو ساكنين في الفيرما اللي تحت الأرض، الكاف. هاد الناس مطورين، زادوا على أن الأعداد السالبة. هادو هما اللي كيعرفوا الكريدي. إلا سولتيه كيقول لك راه الوالد سالفيني 20 درهم، يعني ناقص 20. عايشين بين الربح والخسارة، ولكن ديما الأرقام ديالهم صحيحة ما فيهاش الكسور، يعني يا كيتسالك خبزة كاملة يا والو. 3، مجموعة دي وكيو، صحاب النصيصات والديتاي. هادو ساكنين في الطبق الأول، هادوك اللي كيشريو بالديتاي. صحاب الدي الأعداد العشرية كيقول لك عطيني نص لتر د الحليب، يعني 0.5. حسابهم مقاد وكيسالي دغيا ورا الفاصلة. صحاب كيو الأعداد الجذرية، هادو هما اللي كيقسموا الورث. كيقول لك أنا عندي الثلث، يعني 1/3. المشكل هو أن هذا الثلث ما كيساليش، يعني 0.333، كتبقى تتابع الفاصلة حتى كيحبس لك السيستم. 4، مجموعة الحياحة والناس ديال لا نهاية. هادو هما اللي ساكنين في البنت هاوس الفوق. هادو شافوا شي حاجة ما شافوهاش الاخرين، عندهم الاعداد الصماء يعني الايغاسيونيل بحال بي وجذر جوج. تخيل ان جاي يدق على قال ليه شحال في الساعه، جاوبوا الساعه هي 3.1415925، وباقي ما غنساليش من هنا لغدا. ان تخلع وهرب، سحاب ليه مسكون بالجنون حيت الفاصله ديالو ما عندها لا منطق ولا نهايه. النكته الكبيره، واحد النهار وقع انفجار معلوماتي في العماره. جاو البوليس يعني المنطق الرياضي كيقلبوا على شكون اللي دار الصداع. دخلوا عند ان لقاوه نقي، دخلوا عند زد لقاوه غرق كريدي، دخلوا عند كيو لقاوه مقسوم على جوج. فاش وصلوا عند لقاوه كيحتوي عليهم كاملين، يعني ان مجموعه جزئيه من زد، مجموعه جزئيه من دي، مجموعه جزئيه من كيو، مجموعه جزئيه من قال ليه البوليسي ارا لاكارت، جبد ليه واحد الورقه فيها لا نهايه. البوليسي تبلبس وقال ليه سير الله يمسخك، انت كون بوحدك ما عندكش الحدود.